تنظيم الدولة في سيناء يهاجم حركة حماس ويحرض عليها. أول ما يثير الانتباه في البيان المرئي الذي هاجم فيه التنظيم حماس هو لهجته الشديدة. في هذا البيان يعدم تنظيم الدولة أحد عناصره الذي يتهمه بتقديم دعم عسكري لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، ويعتبر ذلك دعما لمن وصفهم بالمرتدين الكفرة. لم يكتف التنظيم بذلك، بل إنه هاجم وخون قادة حماس الحاليين والسابقين بمن فيهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين. إنه تكفير واضح لحماس وإعلان حرب عليها. فإلى أي حد يمكن أن يشكل تنظيم الدولة تحديا عسكريا وأمنيا لحماس في غزة؟ لا يعرف بالتحديد عدد أتباع تنظيم الدولة في غزة ولا قدرتهم على التحرك. من ألقى بيان التنظيم ومن أطلق الرصاص على الضحية هما من العناصر الهاربة من غزة المنتمية للتنظيم في سيناء، وهو ما يمكن اعتباره تحفيزا للمنتمين له في غزة. توقيت هذا الإعلان يكتسي أهمية خاصة، لأنه